ازاي تقدر تعمل ايميل احترافي من هوستنجر ونربطه بالجيميل بتاعنا. ده اللي هنعرفه في الحلقة دي. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبد ووردبريس ديفلوبر، ويلا بينا. احنا كده في الداشبورد بتاعتنا بتاعت هوستنجر. هنيجي هنا في ايميلز، هنيجي هنا في مانج ايميل اكاونت، كرييت ايميل اكاونت. هنعمل هنا الاسم بتاع الايميل بتاعنا اللي احنا عايزينه والباسورد، وهنضغط كرييت. كده بقى عندنا الايميل بتاعنا جاهز اهو. نقدر نفتحه من جوه هنا، لوجن، وكده هو اشتغل معانا بالشكل ده من جوه. نيجي نربطه ازاي بقى بالجيميل؟ هنيجي على الجيميل بتاعنا، هنيجي هنا في setting، see all setting، هنيجي هنا account and import، add email account، ونحط الايميل بتاعنا اللي احنا عملناه بالشكل ده. next next، هنحط الايميل بتاعنا هنا، هنجيب الباسورد اللي احنا عملناه بالشكل ده. بعد كده لو انتوا على هوستنجر زي بالظبط، فاحنا هنغير البوب سيرفر ده ل bob.hostinger.com على اساس المزود بتاعنا اللي احنا عاملين الايميل عنده. اوكي، بورت 995، سلكت على دول، add account، next. هنا احنا ممكن نكتب اسمنا او نكتب اسم الشخص بتاع الدعم لو احنا عايزين اسمه هو اللي يبان، او نكتب support عادي جدا، يعني على حسب انتوا عايزين الشكل بتاع الايميل يظهر ازاي. بعد كده next. اوكي، هنيجي هنا هنغير ال SMTP سيرفر ده عشان يبقى بالشكل ده smtp.hostinger.com. هنحط اليوزر نيم والباسورد بتاعنا اللي هو الايميل اللي احنا عملناه، والباسورد بالشكل ده. اوكي، وهنخليها بورت 465 بالشكل ده. add account، المفروض ان احنا اتبعت لنا ايميل على الاكونت بتاعنا على هوستنجر. نيجي نشوف هنا اهو الايميل وصل لنا. confirm، وكده احنا نبقى ربطناهم ببعض. عايزين بقى نجرب نبعت منهم، هنعمل ايه؟ هنيجي في الجيميل بتاعنا، هنجرب كده نبعت ونستقبل من الايميل. هنلاحظ ان احنا هنا
في الجزء ده بالظبط ظهر لنا الايميلين، الايميل اللي احنا ربطناه والايميل الاساسي بتاعنا. هنختار الايميل اللي احنا ربطناه ونبعت برضو للايميل بس على الواجهة التانية اللي هو الويب ميل اللي على هوستنجر، وهنشوف الايميل هيوصل ولا لا. تيست سند. احنا كده المفروض بعتناه، المفروض نروح على هوستنجر نلاقيه اتبعت. وصلنا الواجهة بتاعتنا في هوستنجر والايميل فعلا باين، الايميل فعلا وصل اهو كده، الايميل بتاعنا وصل. طيب نجرب نبعت بقى من هنا احسن. احنا بنجرب كل حاجة. هنيجي نرد على الايميل بتاعنا هنا، ريبلاي، ونشوفه هيوصل ولا مش هيوصل. send. المفروض كده الايميل بتاعنا يكون وصل. نروح على الجيميل بتاعنا نتأكد. الايميل بتاعنا فعلا وصل اهو. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.